لو الاهلي عايز هيعمل باجنبي بمصر بايا كان. لو انا عايز هحقق ده. سبحان من أبدعك. تقصد بكلامك ذا أن الأهلي يهزم من صن داونز 4 سنوات بمزاجه؟ انت اوعى تراهن على صوتي. اوعى ايه؟ تراهن على صوتي. ليه؟ بص على نفسك انت. لان انا مش هقع، انما انت اللي وقعت. بيراميدز هو اللي وقع. الفوز بالدوري حول الموسم من انه يكون نسخة لموسم 2022 الى انه يكون اشبه بموسم 2019. لكن يا جماعة الله يرضى عليكم، ما ينفعش نبالغ في الفرحة، ما ينفعش نعمل اللي احنا بنعمله ده على السوشيال ميديا. النادي الاهلي مش خارج من الموسم منتصر. النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ما يخشش موسم عنده فيه 7 بطولات يفرح انه فاز بالدوري وخسر الباقي. يا جماعة الخير، انت النهاردة بتحتفل بالدوري. بيراميدز ممكن لا قدر الله يوم الحد يحتفل بدوري أبطال إفريقيا والتأهل لكاس العالم للقارات وكاس العالم 2029. الناس اللي بتدير النادي الأهلي وإعلامهم بيطلعوا يحاولوا يلبسون العمة. دي ناس بتتصرف أكنها بتدير شركة أو مؤسسة بتحلي بضاعتها، عايزة توصل لنا إن هم ناجحين. ويمكن الخطيب بعد الموسم الكارثي ده في كرة القدم يطلع يضرب لنا احتفال بإنجازات في آخر الموسم، بدل ما يتعلق له المشانق ويتحاكم على اللي عمله الموسم ده في كرة القدم. لأن إنجازات ألعاب الصالات والألعاب الأخرى ما شاء الله حدث ولا حرج، بس إحنا النادي الأهلي أساسا نادي كورة، وما ينفعش تبقى رقم 1 في كل الألعاب وتقع في الكورة. النادي الأهلي خسر الكاس الموسم ده ليه؟ علشان ما شاركش، علشان انسحب. طب انسحب ليه؟ ما بيراميدز اهو قدامك ما انسحبش وحامل لقب الكاس وفي نهائي الكاس وفي نهائي دوري الابطال وكان بيفنش الدوري معاك امبارح. يبقى انت يا نادي اهلي يلي المفروض رقم 1 انسحبت ليه؟ وخسرت الكاس موسمين ليه؟ النادي الاهلي مش في نهائي دوري ابطال افريقيا ليه؟ مش هو اللي بيلاعب بيراميدز ليه؟ ازاي النادي الاهلي بيخرج للموسم الثاني على التوالي من قبل نهائي بطولة قارية على ايد صن داونز؟ السنة دي دوري الابطال، السنة اللي فاتت السوبر ليج. النادي الاهلي ازاي بيتغلب او بيخسر او ما بيعرفش يكسب فريق اسمه صن داونز 4 مواسم متتالية؟ فين رد النادي الاهلي على 5 صن داونز؟ فين الخمسات والستات اللي رد بيها النادي الاهلي على صن داونز؟ يا اخوانا اللي انا بتكلم فيه ده والله العظيم ما هو مبالغة، ده ألف ب. فكر كده، فكر، حط صن داونز ده كأنه الزمالك. الزمالك فاز عليك ب5 مرتين، فين ردك؟ ردت له ال5 دي كم مرة؟ كسبته 6 كم مرة؟ كسبته 7 كم مرة؟ طالما الاهلي ما عملش كده يبقى المفروض متعلق كده
جوه النادي الاهلي في الجزيرة ومدينة نصر وجوه اوض اللبس، فين رد النادي الاهلي على صن داونز، على خماسيات صن داونز؟ فين رد النادي الاهلي؟ وفين حساب الناس اللي بتدير النادي الاهلي؟ ازاي حاجة زي كده تحصل؟ يا اخوانا الناس اللي بتدير واعلامهم بيحلوا شغلهم. احنا الجماهير المفروض ما نلبس العمة ونمشي وراهم. احنا المفروض الجماهير اللي تحاسبهم. برجع تاني واكرر، هو احنا احتفلنا امبارح بالدوري الحمد لله، لو لا قدر الله بيراميدز يوم الحد وجمهور الزمالك اللي بيشجعه احتفل بدوري ابطال افريقيا والتأهل لكاس العالم اللي الاهلي لسه ما تأهلوش، يبقى ايه الوضع؟ يبقى مين اللي بيحتفل بحاجة اكبر ومين اللي بيحتفل بحاجة اقل؟ اللي حصل الموسم ده ما ينفعش يعدي، لانه لو عدى مش هنشوف قدامنا بعد كده. يا اخوانا اسمعوا لكلام اشرف بن شرقي. اول حاجة طلع قالها امبارح كانت ايه؟ احنا بنعتذر للجماهير عن مباراة الشامبيونز ليج. ده احساس اللاعب، لازم انت كجمهور تحافظ على الاحساس ده جوه اللعيبة. مش بس اشرف بن شرقي اللي يطلع يعتذر، ده المفروض كل اللعيبة والجهاز الفني والادارة ورئيس النادي يطلعوا يعتذروا ويبقوا عارفين ان الدوري مش تعويض عن دوري الابطال. بالشكل ده يبقوا نازلين الموسم الجاي وهم حاسين انهم مقصرين وعايزين يعوضوا ويفرحوا الجماهير. انما عمالين تحفلوا وتهيصوا، بتوصلوا لهم، وده اللي بقوله طول ال5 سنين اللي فاتوا، بتوصلوا لهم لا احنا مبسوطين، لا احنا فرحانين. واعلام العار اعلام النادي الاهلي، مش الرسمي، انا بتكلم اللي على السوشيال ميديا، الناس اللي بتدعي انهم صحفيين ونقاد رياضيين وبينتموا للنادي الاهلي. لما الرسائل دي توصل لاشرف بن شرقي ينزل يتعب نفسه الموسم الجاي ليه؟ خلاص، ما جماهير الاهلي بتفرح ببطولة، نطلع من افريقيا، نطلع من كاس العالم، ما نوصلش النهائي، نعك كل العك، نخسر السوبر الافريقي قدام الزمالك، وفي الاخر هناخد الدوري ونبسطهم وهم فرحانين وهيهيصوا لنا. انتوا بالشكل ده بتقتلوا بايديكم روح وشخصية وتاريخ النادي الاهلي. بطولة الدوري العام خلصت خلاص. النهاردة تم اعلان ان النادي الاهلي هو البطل رسميا، عشان يبقى الكلام واضح للناس كلها. الاهلي استطاع ان يعدل من مسيرته، استطاع انه يعني يرجع من بعيد، استطاع انه يدير ازماته بمنتهى الكفاءة والخبرة الادارية المحترمة، وبالتالي نجح انه يبقى بطل لدوري استثنائي، لموسم استثنائي. ونقول ان الاهلي في هذا الموسم ابتدى بداية هي الأسوأ، وكانت هناك فرصة ذهبية للزمالك والبيراميدز ان هم يفوزوا ببطولة الدوري اللي هي بالنسبة لهم الاسهل. الاهلي في بداية الدوري 6 تعادلات وبيخسر 12 بونت، اداء سيء جدا
تغييرات سيئة جدا. كولر خانق الناس، خانق اللعيبة، بيكسب بالعافية، بيخسر وبيتعادل، يعني عمال يقرف في إدارة الأهلي، عمال يعمل في تصريحات مش طايق، مش عاجبه، مشاكل مع اللعيبة. يعني عاوز أقول لكم إن البداية بتاعت الموسم كانت واحدة من البدايات السيئة قوي للنادي الأهلي. ثم جم يعدلوها، راحوا جايبين الكابتن محمد رمضان مدير رياضي للنادي. الراجل لم يوفق، ودخل في مجموعة من الصدامات، ودخل في مجموعة من المشاكل ما بينه وما بين اللعيبة، واللعيبة اصطدمت بفكره وبطريقته وبشخصيته وإلى آخره. وكانت هناك مشاكل كثيرة وكبيرة جدا في غرفة ملابس النادي الأهلي. ثم جم يصلحوها، راحوا جايبين له محمد شوقي، وقال لك الراجل دوت هيبقى هو مدير الكوره والمعاون لمين؟ للكابتن محمد رمضان. والمركب مش عاوزه تتعدل، والامور بتزداد سوء، لغايه ما النادي الاهلي خرج من دوري ابطال افريقيا امام صن داونز. ثم كانت هناك خلافات شديدة خلال الفترة اللي قبل كده هوت ما بين لجنة التخطيط في النادي الأهلي ومجلس الإدارة. لجنة التخطيط ترى أن كولر أيامه في النادي الأهلي معدودة، وأنه لابد وأن يرحل كولر، وأن الصبر على كولر هو بمثابة تضحية للنادي في هذا التوقيت. ومجلس الإدارة يقول لا، مبادئ النادي الأهلي ما بنغيرش في نص الموسم، بنقف نساند ندعم نؤازر لغاية المدرب ما بيقف على رجليه من جديد، وبننجح وبناخد كل البطولات. ثم هذا الحل أو تلك الحلول جميعها فشلت، إلى أن جاء التوقيت اللي استطاعت فيه إدارة الكورة في النادي الأهلي لملمت الأوراق المتبعترة دي كلها، وتعديل المسار كله، ووضع الأهلي على الطريق الصحيح المستقيم بعدة قرارات ثورية في وسط الموسم. رأيي أن هذا الإنجاز يحسب للخطيب ولإدارة الكورة في النادي الأهلي، اللي أدارت الأزمة بمنتهى الحنكة الإدارية. ولا تغفلوا أنه كان هناك مجموعة من الأزمات الخطيرة على المستوى الإداري، فيما يتمثل في شركة الكورة، وفيما يتمثل في مسؤول التعاقدات في النادي الأهلي أمير توفيق. السؤال بقي، ومع كامل الاحترام، الإدارة وكابتن محمود الخطيب نجحوا في حل الأزمات الخطيرة مع نهاية الموسم، ولكن السؤال الأهم وهو إيه كان مصدر الأزمات؟ إيه الأزمة اللي كانت عندنا مع نهاية الموسم اللي فات علشان يبقى الموسم بتاعنا بالمنظر ده؟ الأزمات دي مين اللي اختلقها؟ مين اللي عاملها؟ بغض النظر، عرف بعد كده يصلحها ولا لا؟ بص يا ابراهيم، انا عاوز اقول ايه برضو في القصه بتاعت النادي الاهلي دي اللي بيقولوا ان بعض الناس تقول لك اصل في حمله، اصل في وفي الكلام ده. هو في ايجابيات وفي سلبيات. الناس كلها دلوقتي، معظم الناس تقول لك ايه، لازم نغير كولر، والناس تقول لك احنا عاوزين فرقه كامله. صحيح. لو تبص على النادي الاهلي السنه اللي فاتت بنفس اللعيبه دي وبنفس المدير الفني ده كسبان كل البطولات. صحيح. انما حصل عاوز اقول ايه، اداره النادي الاهلي كان في حاجه ما اعرفش ازاي فاتتهم. ايه هي؟ ان انت فرغت الفرقه من 14 لعيب. 14 لعيب. 14. انا المفروض قبل ما بمشي اللعيب بشوف هجيب مين، مش هقول لك بقى في مستواه لا يكون احسن منه، لان اللي كانوا موجودين كلهم كانوا لعيب سوبر. فده ما حصلش.